بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبنا اللزم. باختصار كده معلومة جديدة. احنا بنشرب مية ازاي هنا في الفرافرة؟ بص يا حبايبنا، دي المية اللي طالعة من البير. المية طبعا هنا ما فيهاش ملح خالص، يعني اعذب من مية النيل. ملوحة مية النيل ممكن توصل 600 و 800 جزء في المليون. احنا عندنا الملوحة 125 جزء في المليون، لكن عندنا المشكلة ان المية فيها نسبة حديد عالية عشان طالعة من اعماق شديدة جدا. طبعا ده مش في كل الابار، ده في الابار اللي طالعة من اعماق شديدة. فاللي انتوا شايفين الازازة اللي على اليمين دي اهي، دي مترصب فيها نسبة حديد وبيبقى أكتر من كده كمان. دي مثلا الحديد بقى لها مثلا يومين، تملاها من الحنفية تحطها في الإزازة يومين، تبتدي الحديد يرصب كده وبصوا تحت، ويبتدي الإزازة كلها يبقى لونها أصفر وبتاع، وبتبقى أشد من كده كمان. دي بقى بعد الفلترة، دي من زير واحد. احنا بنفلتر ازاي؟ هنا قدامك حاجة من الاتنين، لا تشتري مية، لا تروح تملى ميه من الفرافره مثلا من مكان الفلاتر بتاعت الحكومه، يا اما تعمل الفلتر اللي انا عامله. الازازه اللي انتوا شفتوها المتفلتره دي من زير واحد، بس انا بعمل زيرين. عامل مرحلتين. ادي زير بحط فيه الميه، الميه ترشح في الجمدانه دي، اخدها من هنا ماشي، اروح حاططها في الزير ده، ترشح من هنا، اروح واخدها من هنا بقى ايه، اشربها. اللي انتوا شايفينها دي بقى لها شهر واحد البيضه دي، ومن زير واحد بس. فانا الزير الواحد بس ده بستخدمه مثلا ايه، بغسل الحنفيه عادي وكده هوت، لكن اشطف العده بتاعت الاكل بيه بس كده، ايه، شطفه اخيره دوت بقى، نعمل منه الشاي، نعمل منه الاكل، اشرب منه. دوت اشطف بس منه الحاجه بعد ما ايه، ما نغسلها. وصباحكم زي العسل.